هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. اهلا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. الليله حابه اتكلم عن طريقه حجابي. كتير بتسأل في تيك توك عن طريقه حجابي والماتيريال اللي بستخدمها، فالليله حابه اوريكم كم طريقه كده مختلفه انا بستخدمها في حجاباتي. ممكن يكونوا ناس كتيرين بيعملوها، بس لانه انطلبت مني فحوريكم انا بعملها كيف. زي ما شايفين ده واحد من الطرق اللي بستخدمها انا في لف حجابي. فهو اصلا كيف رابطاه انا من ورا، وبعمل الحجاب كده وبحكسهم بس ما تخنق روحك، وبلفهم كده وبربطه، يعني بربط الطرحة عادي. وبتظبطيها من هنا، ممكن تستخدمي دبوس عشان تثبتيها هنا ما تتحرك معاك، وتدخلي الباقي في لبستك من ورا. يعني بعدين انت بتشوفيها بتظبطيها بتصلحي اللبسة من قدام. ودي الطريقة الأولى. والحجاب التاني ده الاسكراف ده بتاع الستان، تلقوه في شي في أي مكان، فهو ما كبير شديد، فحلو مع الدرسات، الحاجات الفنايل اللي بتكون يعني تحت الشتاء بتكون مغطية الرقبة كلها، فبتجيب الحجاب أو السكارف تقريبا نفس الخط نفس الحجاب اللي فات، بس الاختلاف انه بالسكراب. رجعي الخمار لورا ده، برضو بتربطيها ورا. اطلع الطرحة دي ده الحجاب الثاني. بتدخلي برضو الزايد بورا. ده الحجاب الثاني، كنت بتقدري تظبطيه بالطريقة بتعجبك. يلا، هو الفرق زي ما قلت لكم بينه وبين الحجاب الاول انه ده حلو للمناسبات، السهرات مع الفساتين، فحلو شديد وانا محتمداه في ميكوت انا محتمداه في المناسبات جدا ودايما بعملها. الطريقة الثالثة دي طريقة برضو حلوة، انا بستخدمها في طلعاتي اليومية، انا ماشية الكلية، انا ماشية يعني السوق، المحلات دي. فقماشة زي ما بقولوا القماشة التركي، حاجة كده بتمط، ما عارفة لو فهمتوا ولا ما فهمتوا. بقولوا له حجاب تركي تقريبا. فالحجاب كده بالطول، فانتي حتجيبي الحجاب تطبقيه كده، هتجيبي الحجاب بالطول تطبقيه كده وتربطيه. تربطيه من ورا، بتجيبي الطول ده كله بتاع الحجاب الباقي تخطيه قدام عشان تقدري تربطي. تربط الحجاب كده، تتأكدي انه مربوط كويس، وبتجيبي باقي الحجاب كده بتلفيه خلوني اطلع دي. وده كده الحجاب.
شوية مدي على الحجاب الكويتي. فده الحجاب كده مريح وثابت وما عايز دبابيس، وزي ما قلت لكم حلو للناس الشغالين، الناس اللي بيدرسوا. فكده فوق الحجاب يعني بحس بيه دايما بيجي مع القماش ده، بس يعني القماش ده بحس بيه ما بيزبط وما بتحسي بنفسك مرتاحة، ما بتقدري تتحكمي فيه. فالقماشة دي حلوة مع الحجاب ده، فاحتمدوه. ده اكتر حجاب اتطلب مني، فان شاء الله تعجبكم الطريقة. بعد كده حنمشي للرابع والاخير. فالحجاب الرابع والاخير معانا هو القماش بيختلف، قماش تقريبا بيزلق كده ما ثابت. حتجيب الطرحة، تلبسي الطرحة والجزء اللي هنا تاخدوه هنا تدبسوا دبوسة، عشان تضمني انه ثابت تدبسوه بدبوسة، والباقي بتخلوه نازل كده. بس فتقريبا نفس الحجاب ده، بس يعني مع اختلاف الماتيريال تحت الطرحة الحجاب. وده اللوك او ده الحجاب الاخير. واتمنى اكون فدتكم ولو بحاجة بسيطة، ولو حابين حاجة تانية او تسألوا من شي تاني فانا جاهزة اجاوب على اسئلتكم وارد عليها. وشكرا لكم، واعملوا لايك وشير سبسكرايب لحد ما القاكم في فيديو جديد وفكرة جديدة وطلب جديد او موضوع جديد. بقول لكم باي.